استنى ما تقفلش الفيديو ده، هرد فيه على اخطر سؤال بيتسأل دلوقتي، بس خليك معايا. في سؤال بيتكرر كتير اليومين دول، ليه مصر سايبه الخونه بره؟ ليه ما جابتهمش في شوال؟ فانا هرد على السؤال واقول لك بعيدا عن ان الشوال هيتوسخ من الذبيحه الزباله دي وهيفضل ينقط منك زفاره الضاني جوه الطياره، بس خليني اسالك انا بس سؤال، هو انت فاكر ان احنا بنلعب استغمايه ولا بنلعب السبع طوبات ولا بنلعب عنكب شد واركب ولا احنا بنصور اكشن وكل خاين بقى نشيله ونلفه في سجاده قديمه ونرميه في شنطه العربيه ونجيبه؟ لا يا معلم، المعركه دي مش خناقه في شارع ضلمه، المعركه دي اكبر من كده بكتير، دي لعبه انت طبعا شايف كام واحد بيمقمق في قناه من بره ومتضايق جدا من كلامه فبتقول هاتوه، بس انت كده مش شايف المشهد الكبير. المعركه مش مع شويه تويتات وتخاريف قنوات هب من عيال ملهاش تمن بتقبض وبياخدوا بالباقي نكاح من اللي مشغله. المعركه الحقيقيه مع مشروع بدأ من لحظه ما الاستعمار مشي وقال لك يلا بينا، بس ساب لك هديه اسراء، كيان مش جارك، لا ده وكيل دايم خنجر ومزروع وشغلته الاساسيه ما تقوملكش قومه. المشكله مش في عميل بيشتم على فيسبوك ولا تويتر ولا على قنوات الهب، المشكله في اللي بيشغل العميل وفي اللي بيدفع وفي اللي حاطط خطه وفي اللي مستنيك تتحرك علشان يبني عليك مخطط جديد. مصر مش دوله رد فعل كده والسلام، مصر بتلعب لعبه طويله النفس ونفسها اطول مما تتخيل. عارفه العميل شايفاه مرصود لحظه بلحظه ووجوده كده مكشوف متراقب، اذكى بكتير من انك تشيله ويطلع تاني مكانه واحد نضيف مجهول مش معروف عنه حاجه ولا متسجل له صوت ولا عندك عليه ملف وتبدا من الصفر معاه. لكن اللي قدامنا دلوقتي دول بنستهلكهم، بنراقبهم، بنفهم نمطهم لحد ما يكونوا كارت محروق ووقتها بنرميه في اقرب صندوق زباله بالشوال يا سيدي عشان ما تزعلش. فلو مستني شوالات جايه ومحمله زباله يبقى حضرتك كده بتتفرج على فيلم تاني خالص. اللي بيدير المشهد مش بيضرب نار في الهوا كده، اللي بيدير بيراقب، بيخترق، بيهدم المنظومه من جواها مش من بره. فاللي بيتكلم نسمعه واللي بيتحرك نرصده واللي بيخطط نزرع جواه حد من عندنا واللي بيشتغل ضدنا نستهلكه لحد ما يخلص نفسه بنفسه. مصر دلوقتي مش بتفتح معركه، مصر بتفتح ملف وتقفل منظومه وتمسك كل خيط يوصلها للكنترول روم. وعلشان كده المعركه لسه شغاله والماتش لسه ما انتهاش، بس مش بالطبله وبالزماره، دي معركه اجهزه ومعلومات وضربات ما بنسمعهاش بس بتوصل في المليان. علشان كده اذكى لاعب مش اللي يضرب اول طلقه، اذكى لاعب هو اللي يدوخ العدو لاخر جوله ويخليه ينهار من غير ما يعرف الضربه جات له منين. ومن الناحيه دي فانا بلبل مصر بطمنكم، لازم تثقوا كويس جدا في الاجهزه بتاعتنا الامنيه، ومش لازم كل حاجه الاجهزه بتعملها او بترصدها تنزلها لك في بيان ولا تبعتها لك ديليفري على البيت، لانكم من الواضح انكم متعودين على اجهزه راديو ومش اجهزه الدوله. عايزين كل خطوه بلوك وكل واحد شايف نفسه خبير عسكري يقوم بقى ايه يدينا رايه. احنا مش محتاجين منك حاجه، كل اللي احنا عايزينه انك تقف وتدافع عن ارضك، عن بلدك، عن جيشك، عن رئيسك، عن شعبك، وانك تثق في الاجهزه الامنيه بتاعتك وسيب الاجهزه الامنيه تشتغل شغلها. احنا بنريحك اهو، وصدقني اقسم بالله هتنبهر. واسال حسم وهي تقول لك، ولا انت ما بتنزلش الجبل؟ ناس زي بتوع حسم دول مقبوض عليهم من امتى؟ زمان مش امبارح، وكانوا اللي مشغلينهم بيتواصلوا معاهم لغايه ما البيان نزل، اللي هوبا زيربو اتفاجئوا لما شافوهم في التلفزيون. احب الضاني، امال احنا كنا بنكلم مين الفتره دي يا حنتي؟ الريس زكريا؟ فهمتوا حاجه؟ طب الحمد لله، امال مستنيين ايه؟ شيروها له.